هيديو الراجل الوحيد عايش مع عروسة بيعتبرها جزء من حياته. كان بيتعامل معاها كأنها صاحبته وبيقعد معاها على السفرة وبيتكلم معاها كأنها بني آدمة اسمها نوزومي، وكان بيحب يقضي معاها وقت طويل بالليل. الصبح وهو بيلبس وبينزل شغله فجأة نوزومي ايديها بتتحرك وكمان رجليها، وبتنزل من على السرير وبتروح للبلكونة وبتحاول تلمس نقط المطر اللي نازلة، وواحدة واحدة ايديها وجسمها بيتحولوا بشكل طبيعي زي البشر. لبست تيشيرت من هدوم هيديو وجربت لبسها هي كمان، وهي لسه ماشية بطريقة عرايس جربت فستان شبه عروسة البحر، وفي الآخر اختارت آخر فستان ونزلت من البيت. أول ناس قابلتهم كانت طفلة صغيرة وباباها وهم رايحين المدرسة. بدأت تتمشى في الشوارع وهي مبهورة بكل اللي حواليها، من واحدة ست اتعلمت تقول شكرا وقعدت تقلدها، وكمان سمعت خبر عن جريمة قتل فظيعة، وشافت مدرسة ماشية مع عيال صغيرين، وولد صغير حاول يمسك ايديها بس لما لمسها جري وقال انها ساقعة قوي. وبعدين وصلت لسطح المبنى وقعدت تتفرج على المدينة من فوق وهي مستغربة. وهي رجع البيت عدت على محل افلام ودخلته، وهي بتتمشى جوه المحل شافت الكاشير وحست بحاجة غريبة جواها. اول ما شافته بالليل هيديو خدها على جنينة وقعد معاها على دكة بيتكلموا. حاول يقرب منها ويبوسها بس هي في الاول اتفاجئت وبعدها سابته. بعدين نجومي اشتغلت مع جونيتشي في محل الافلام بشكل مؤقت علشان تتعلم تظبط شغلها، بس نزومي كانت لسه مش فاهمه حاجه عن الدنيا. جونيتشي علمها كل حاجه بهدوء ومن غير ما يحسسها انها غريبه. في مره وهي في الشغل شافت ولد بيراقبها فقعدت تبص على نفسها باستغراب، وصاحب المحل علمها كلمه بوي فريند، وساعتها عينيها راحت على جونيتشي على طول. وهي راجعه البيت قعدت تقرا وتتعلم عن الافلام، وبالليل هايدو كان بيهتم بيها وينفخ فيها هوا زي العاده كجزء من روتينهم مع بعض، وكان بينام جنبها. بس المره دي نوزومي بقت حاسه بكل حاجه حواليها. تاني يوم راحت تجرب لبس جديد وجونيتشي عزمها يخرجوا مع بعض. راحوا البحر واكلوا في مطعم، وهناك لفت انتباهها عيد ميلاد طفله صغيره. في طريق رجوعهم جونيتشي كلمها عن فكره الموت وان كل حاجه وليها نهايه. رجعت بالباص وهناك علمت نفسها ترسم شويه رسومات، ولما رجعت البيت لقت الصندوق اللي كانت جايه فيه. بس لما هيديو دخل فجأة قلعت هدومها بسرعة ورجعت تمثل إنها عروسة. الصبح اتعلمت تنفخ نفسها لوحدها وبقت أحسن شوية في شغلها، وبقت بترشح أفلام للناس، بس كانت لسه بتتصرف بغرابة شوية والناس كانت بتستغرب من تصرفاتها. راجل عجوز قعد معاها وعلمها لأول مرة تسمع الشعر. قالت له إنها فاضية من جواها، فرد عليها وقال لها كل الناس هنا فاضيين من جوه حتى أنا. كان وقت الكريسماس والناس عايشين حياتهم الروتينية، وهيديو برضه في شغله ما عندوش حد غيرها ولسه شايفها مجرد دمية بتملاله وقته. في يوم وهي بتزين المحل وقعت واتخرمت ايديها وبدأ الهوا يطلع منها. جونوتشي شافها وهي بتفرغ الهوا فجري بسرعة وجاب لزق وقفل الجرح، وبعدين لقى فتحة النفق وبدأ ينفخ فيها بنفسه عشان يرجع لها روحها. وكل ما الهوا دخل فيها كانت بتحس بحاجة جديدة أول مرة تحس بيها. رجعت لطبيعتها وحضنته وهي طايرة من الفرح. الصبح خدت جهاز النفخ ورمته في الزبالة ونفخت نفسها زيادة وطارت في الأوضة وهي مبسوطة جدا. نزلت الشارع، راحت صالة ألعاب، دخلت محل ورد، وركبت مركب. في يوم في الشغل قالت لجونوتشي إنها سمعت من الراجل العجوز إن في ناس زيها برضه مش حاسين بجواهم بحاجة. جونوتشي قال لها إنه كمان كده. نوزومي اتبسطت جدا وقالت له إنها كانت حاسة بده من أول ما شافته. عرفت إنه شبهها دمية زيه زيها، ودلوقتي بقت بتحبه أكتر، وخرجوا مع بعض واتمشوا في الشوارع ودخلوا السينمات، وهي كانت عايشة أحلى لحظات حياتها. لكن أول ما نجومي وصلت البيت ورجعت لهيديو رجعت تاني وشها مفيهوش أي تعبيرات، وكأنها رجعت تعيش كجماد تاني. المرة دي نزلت من على السرير لوحدها وخدت شاور. في يوم من الأيام راحت تزور جونوتشي في بيته وسألها عن اللي حصل معاها في المحل، وسألها إذا كانت حست بوجع وقتها ولا لأ. نجومي وهي بتتفرج على صور ست قديمة من دولابه قالت له حسيت شوية. بعدين هيديو دخل محل الأفلام اللي نجومي بتشتغل فيه، جاب لنفسه شوية أفلام مش مناسبة وخلاص. ولما شافته نجومي حاولت تبص بعيد وما تبصش عليه، وهو كمان ما بصش في وشها وخرج.
بعدها صاحب المحل قرب منها وقال لها انه شافها قاعدة مع الراجل ده في الجنينة، وكمان عارف انها بتقابل جونوتشي، وبدأ يهددها واستغلها بطريقة مش محترمة. ولما رجعت البيت لقت عروسة تانية محطوطة على السرير. هيديو دخل وشافها وهي حية واتصدم، كان جاب لها تورتة عيد ميلاد، بس لما شاف حزنها حاول يبرر وقال لها انه جاب لها تورتة في اول يوم خدها فيه برضه، ودور على صورة علشان يثبت لها بيها صحة كلامه. بس نزومي وقتها فهمت مكانتها الحقيقية وعرفت ان اسم نزومي اصلا كان اسم صاحبته القديمة. هيتيو طلب منها ترجع لحالتها القديمة، مجرد عروسة ساكتة، بس نزومي رفضت وجريت من البيت واستخبت في الجنينة، وهو كان بيحاول يلاقيها طول اليوم. تاني يوم صحيت وهي نايمة على دكة في مكان مهجور. راحت عند بيت الراجل العجوز اللي كان خلاص على فراش الموت ومفيش حد معاه، وشافت صورة قديمة وفهمت شوية حاجات من حياته. الراجل طلب منها تلمسه، بس هي كانت فاهمة غلط ونزلت بسرعة، بس هو كان يقصد تلمس راسه. بعدها نزومي لقت عنوان مصنع العرايس من صندوق قديم وراحت عليه. وصلت هناك وشافت عرايس كتير لسه مخلصوش. قابلت صانع العرايس اللي خدها على اوضته، بس كان مستغرب ازاي هي لقت قلب عكس بقية العرايس. خدها عند كوم كبير من العرايس اللي بيترموا علشان يتعاد تدويرهم، وقعد يقول لنفسه بص على وشوشهم تحس انهم عاشوا كأن عندهم قلوب بجد. نزومي سألته ايه اللي بيحصل للعرايس دي، رد عليها وقال لها انهم كل سنة بيرميهم، لكن المشكلة انهم مش بيتحرقوا فبيفضلوا مرميين في الزبالة سنين. قبل ما تمشي الصانع حط لها شوية لون على شفايفها وسألها اذا كانت كل اللي شافته في الدنيا حزين ولا كان في حاجة حلوة كمان. نزومي ابتسمت وقالت له لا، كان في حاجات جميلة، ومشيت. وهي راكبة ورا جونوتشي كانت بتفكر يا ترى انا كمان بديل لحد في حياته، بس جونوتشي رد وقال لها لا، انت مش بديلة لحد. لما راحوا بيته طلب منها طلب غريب شوية، انه يفرغ الهواء منها زي ما عمل قبل كده وبعدين يعبيها هواء من جديد. طلعوا على السرير وبدأ يفرغ منها الهواء وبعدها رجع ينفخها من تاني. بعد اللي حصل نزومي جات لها فكرة غريبة انها تعمل له نفس اللي عمله ما فيها علشان تحسسه بنفس الإحساس. جابت لزقة وجرحت له جرح بسيط، بس الدم بدأ يخرج. ولما حاولت تلزق له مكانه قال لها انه مش فاهم هي بتعمل كده ليه، وهي كانت فاكرة انها كده بتساعده يحس بيها. فضلت تحاول تنفخ فيه هوا من بقها، بس جونوتشي مات بين ايديها. نامت جنبه على السرير وهو ميت، وبعدها حطت جسمه في كيس ومشيت. راحت على الجنينة وشالت اللزقة من جسمها وبدأت تستهلك الهوا اللي جواها. لقت مكان فاضي في وسط الزبالة وقعدت فيه. طفلة صغيرة كانت بتلعب وخدت عروسة من هناك، بس جري باباها ونادلها فخافت وجريت. نزومي مسكت العروسة وقعدت وهي بتتخيل عيد ميلادها اللي كان بتحلم بيه، والناس كلها حواليها في المدينة عايشين حياتهم وفرحانين بلحظات صغيرة، بس هي لسه قاعدة لوحدها في نفس المكان.